عمرك سألت نفسك ليه في ناس حضورها بيفرض احترامه على الكل، وناس تانية مهما عملت بتفضل شفافة ومحدش بيعمل لها حساب؟ المشكلة مش في حظك، المشكلة في 6 عادات بتمسح كرامتك وانت فاكرها طيبة. أولاً، بطل تكون مكنة اعتذارات. الاعتذار عن وجودك أو عن حاجات ما غلطتش فيها مش تواضع، ده إعلان ضعف. ثانياً، المتاح دايماً رخيص. اللي ملوش حدود ملوش قيمة. لو ما عندكش الجرأة تقول لأ، ما تستناش من حد يقولك شكراً. ثالثاً، الغموض جاذبية. بطل تكون كتاب مفتوح. اللي بيكب أسراره قدام الغريب بيبقى مكشوف وممل وسهل يتكسر. رابعاً، اللي يمشي مع السلامة. أكبر إهانة لنفسك إنك تطارد حد بيتهرب منك، كرامتك أغلى من أي علاقة. خامساً، الهزار المهين خط أحمر. لو ضحكت على إهانة في حقك عشان ما تبوظش القعدة، أنت بتدي تصريح رسمي للكل إنه يدوس عليك. سادساً، بطل تتريق على نفسك. لو أنت مش شايف نفسك كبير ومحترم، مستحيل حد غريب يشوفك كده. العقل الباطن ما بيفهمش الهزار. الكرامة مش تكبر، الكرامة هي المسافة اللي بتبنيها بينك وبين أي حد بيحاول يقلل منك. ارسم حدودك النهاردة.